صاحب فرق مای قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان اسنل کردن برن اسنل کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان اسنل کردن برن اسنل کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریوتی مثل فیل دینیمان و پادیمان هر نشتمان دینیمان و پادیمان کرد و کردستان اسنل کردن برن اسنل کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را کوی سرفی و شیطان بابروی نشیدگن تاجی جیهان بابروی نشیدگن تاجی جیهان اسنل کردن برن اسنل کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا. مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مشاهدي فيف تي في الأكارم. سأذكركم في هذه الليلة يا أحبائي الأفاضل بالمثل العربي الشهير والمؤلم، وهو المضحك المبكي الذي يختصر عنوان آخر مسرحيات حاكم سوريا أو الولد المعتوه، الذي ألفه منذ عام 2000 ومثله لغاية اليوم مع سلة من المرتزقة وحسالة المجتمع السوري، وسيخرجه بمشهد هزلي أخير في آخر هذا الشهر يسميه الانتخابات الرئاسية، والذي سيشرعن وفق مخيلته المريضة عمر سلطته الإجرامية ل7 سنوات قادمة، ودون الإدراك بأنه أصبح مختار حي المالكي أو دمية حقيرة بيد طغاة موسكو وطهران يحركانه بنعال أقدامهم الدنسة متى ما شاءوا مصالحهم، ولو كانت على حساب دمار كل سوريا ودماء أبنائها الذي يسير كالنهر منذ تسلم الحقبة البعثية الشوفينية لمقاليد الحكم، وخاصة في عهدي الأسد الأب والابن، وتحديدا بعد الحراك الثوري في 2011، وحولها بسرعة قصوى بشار البهرزي لأزمة وكارثة إنسانية عبر تشريد أكثر من نصف سكان البلد إلى نازحين ولاجئين ونحو 1,000,000 شهيد، وجعل الوطن حلبة مصارعة دولية يتنافس فيها وعليها كل أبناء زناة العالم وإرهابييها، وبمباركة من جوقة المعارضات أو بالأصح شلل المرتزقة وقطاعي الطرق من أيتام النظام، الذي لو عملنا المئات من الأمسيات والمحاضرات عن جرائمه المنظمة لربما لم ولن نستطيع إحصائها، وهو لم ولن يستحي في ارتكاب المزيد من أفعاله القذرة، والتي سنناقشها في حلقة هذه الليلة من برنامجكم آخرها وليس أخيرها، وهي مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية مع ضيفينا الكريمين الدكتور عبد اللطيف المنير، وهو مهندس واقتصادي وكاتب أمريكي من أصل سوري مقيم منذ عام 1991 بمدينة سياتل في الغرب الأمريكي، وعضو اتحاد نقابات المهندسين الأمريكية والجمعية الدولية للمهندسين الفنيين،
وهو الآن ضمن فريق التنفيذ في مشروع أكبر نفق تحت الأرض بالعالم، وله دراسات لتحديث سوريا في مجال الطرق والمياه وأيضا بالعلاقات اللبنانية السورية والإيرانية العربية وغيرها من النشاطات المميزة. دكتور عبد اللطيف المنير، أهلا وسهلا بك، نورتنا. اهلا وسهلا فيك علين، شكرا لاستضافتي ببرنامجكم، واهلا وسهلا لكل المشاهدين اللي مشاركينا اليوم بالحلقه. الله يسلمك. كذلك نرحب مشاهدينا الكرام بالأستاذ فواز محمود أبو زيد، وهو ناشط سياسي كردي سوري معروف، يحمل إجازة في العلوم الكيميائية الحيوية، ومدرس في ثانويات ومعاهد قامشلو لمدة 30 سنة. ولمبادئه ونشاطاته السياسية لوحق واعتقل أكثر من مرة، وشغل منصب معاون وزير التربية في الحكومة السورية المؤقتة عام 2014 لفترة محدودة. له العديد من المقابلات التلفزيونية والمقالات السياسية المتعلقة بالوضع السوري والكردي العام. أهلا وسهلا بك أستاذ فواز أبو زيد، صديقي العزيز، نورتنا. شكرا للاستضافة، وشكرا وأهلا وسهلا بضيفك والمشاهدين الكرام. الله يسلمكم. كما باسمكم ضيوفي الكرام وباسم كل مشاهدي طيب تي في، نشكر من هم وراء الستار بالكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني، وهو رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، والأستاذة الكاتبة رقية حاجي، والأستاذة يسرى زبير، والأخ المهندس سيفان. لهم جزيل الشكر لأنهم سيكونون معنا حتى نهاية هذه الحلقة. دكتور عبد اللطيف، لو نبدأ معك بسؤال غير تقليدي أو كلاسيكي، لنقول بأن الانتخابات يحتم إجراءها في أجواء الاستقرار والسلم الأهلي، وإنما سأسأل، وأنت مهندس وقريب من النظام والمعارضات، لماذا لم تنصح بشار بتوفير أموال وجهود أنصاره بإجراء انتخابات معروفة الهدف والنتائج للجميع، لاستخدامها في تحقيق وصية والده المقبور حافظ الأسد بإعادة نسبة سكان سوريا ل7 مليون كي يسهل عليه حكمه ليعيشوا برخاء ونحن نتخلص من المعارضات المرتزقة؟ يعني لماذا ما تنصحوا دكتور؟ تفضل. تحياتي مرة ثانية لجميع المشاهدين ولضيفكم الكريم أستاذ فواز. بعد إذا بدأ أنا بس بدي علي تحفظ بداية على كلمة مسرحية أو هزلية الانتخابات، حتى يكون الحوار منطقي وعقلاني للجميع، لأنه لازم نخلي الباب مفتوح ولو بشكل صغير حتى نتمكن من العودة إلى طاولة الحوار. بس تحفظ بسيط على بداية المقابلة أو الحوار هذا. تفضل، لك كل الاحترام وحق دكتورنا، بس هذا واقع. نحن منذ الطفولة، أنا وأنت منذ الطفولة نعرف أن الانتخابات في سوريا منذ الحقبة الناصرية هذا اليوم عبارة عن مهزلة، يعني بده ينجح. صحيح. أنا يعني ممكن أتفق معك بنقطة وأتفق معك بنقاط كثيرة. أول شيء يعني المهازل الانتخابات، حتى في أمريكا هناك مهازل انتخابية. المهازل هي إذا بدنا نرصد المهازل، فالمعارضات هي أصلا جميع زعمائها على أغلبهم بدون ما أشمل الجميع، على الأغلب هم ديكتاتوريين وينتخبون أو يمارسون سلطة قيادة الأحزاب السياسية منذ عقود. فهذه موضوع المهزلة ما فينا نحطها ضمن قالب مقياس ونحطها باتجاه واحد. قبل ما نوجه إصبع الاتهام إلى الطرف الآخر، يجب أن نوجه إصبع الاتهام إلى أنفسنا نحن، حتى يكون حوارنا ونقاشنا بناء في هذا السياق. بالنسبة لنصيحة بالإجابة تحياتي للجميع. أول شيء أنا موضوع إنه نصيحة أو غير نصيحة، الانتخابات هي استحقاق دستوري في سوريا مثل أي دولة ثانية بالعالم. لكن موضوع المهجرين، ويعني بسبق تكرارا ومرارا الحكم في سوريا طالب عودة النازحين
من سوريا ومنهم أوروبا ودول المهجر والدول الشقيقة حتى لبنان أيضا، لكن رفضوا إرسالهم. فهذا موضوع يعني عم ياخذ هو بعد سياسي ودولي للضغط على سوريا. اما النصيحه، اعود الى سؤالك، هذا يعني استحقاق دستوري ويتم ضمن آلية أو ميكانيكية. ربما هناك يعني بعض التحفظات، لكن هو استحقاق من حق الدولة السورية أن تنفذ هذا الاستحقاق في ميقاته. أما الإشكاليات الثانية فهذه يعني بنشوفها في دكتور، المستقبل إن شاء الله. يعني ليش ما يوفر حق مصاريف الانتخابات، جهود جنوده الشرطة والبوليس؟ يعني معروف نتيجة الانتخابات بده ينجح، فلذلك يخلي يمدد لحاله باعتبار سوريا في أزمة حرب وفي حالة حرب. يعني ويحقق وصية والده أنه قال بده يرجع سوريا ل7 مليون يعني. طب خليني انا لا مو لهالدرجه، طول بالك. هلا خليني انا اعطيك بس مؤشر سياسي دولي. يعني اليوم لما اعلنت سوريا عن موعد الانتخابات في نيسان او في شهر 5، والله نسيت، يمكن بهالفتره هذه القريبه، في نهاية أيار، في في نهاية نهايه الشهر. ايار بدايه نيسان. جميع الدول الاوروبيه والغربيه وعلى راسهم امريكا وباقي الدول الاوروبيه لم تعلق على هذه الانتخابات، ان كان رفضتها او قبلتها. والسكوت دائما هو علامة الرضا والتتبع عن بعد أو المراقبة عن لا بعد. دكتور، اسمح لي، كل امريكا وكل هذا حتى طالبوا الامم المتحده انه باعتبارها اجراء غير شرعي وعدم الاعتراف بنتائجها. يعني هي كانت واضحه، يعني تصريح الخارجيه الامريكيه وانت بامريكا هلا موجودين. هذا كلام هن، لأنه الأمم المتحدة تعتمد على قرار 2245، لأنه لسه 2245 ما صار موعده المحدد وميقاته، لأنه لسه في عندك اللجنة الدستورية لم تنتهي من إعداد الدستور حتى يتم تطبيق قرار 2254، وسوريا موافقة عليه يعني على فكرة. يعني سوريا هي موافقة من الدول، يعني كدولة طرف رئيسي في القرار الأممي وموافقة عليه، لكن هي حيثيات تأخير اللجنة الدستورية والنقاشات وأزمة كورونا اللي أخذت بعض الشيء بإقامة جلسات الدستور، اللجنة الدستورية. تفضل. سنعود اليك دكتور عبد اللطيف. استاذ فواز محمود، استاذ، ما تعليقك على كلام الدكتور عبد اللطيف اولا، وخاصه انت شخصيه معارضه منذ عقود، يعني مش من اليوم، وما قبل الثوره كنت معارضا ومثلت المعارضه في الحكومه السوريه الانتقاليه بالمنفى. ما تعليقك اولا؟ مرة أخرى تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. اهلا حقيقة وسهلا. البلاد العربية بشكل عام وبالنسبة لبلدنا في سوريا، نحن عانينا من الاستبداد ومن غياب المؤسسات وحرية التعبير إلى درجة كبيرة، وبالتالي فلم نجد انتخابات. أنا دخلت في العقد السابع الآن، لم نجد أي انتخابات. كان شيء يسمى الاستفتاء، بمعنى أنت موافق أم معارض، في وضع الأجهزة الأمنية لكل الناس بالمرصاد. والحقيقة يعني يجب أن نقر بها الآن. نحن وصلنا إلى مرحلة خطيرة، البلد كله ينهار على لسان مسؤولين كبار، روس وغير روس، وحتى المبعوث الأممي جير بيترسون يبدو أصبح يدق على جرس الإنذار بالنسبة للوضع السوري. ولا زلنا نتكلم عن ما يسمى بالانتخابات أو انتخابات رئاسية. البلد كله ينتهي أمام أعيننا. ينتهي كيف ينتهي؟ ينتهي البنية التحتية دمرت وتستمر في التدمير، والآن لا يوجد قابلية أو ردود فعل لدعوات حول الإعمار بوجود الوضع القائم بدون تطبيق قوانين جنيف والأمم المتحدة. قانون بشكل مبدأ المعروف 22 القرار 2254. وبالتالي
البنية الاجتماعية تدمرت، السيادة الوطنية انتهت أخي الدكتور، يعني السيادة الوطنية انتهت. أين سيجري الانتخابات في مناطق قريبة من 40% ليست تحت سيطرة النظام، حتى التي تحت سيطرته في كثير هم معارضون داخليون حقيقة. حتى في دمشق يعني هناك معارضة لا زالت موجودة. يبدو أن الرئيس على تراكم الأخطاء التي ارتكبها والمجازر التي تمت في كل الفترة الماضية يستمر، ويريد إنتاج نفسه. القراءة السياسية للواقع تقول شيء آخر. أنا بتصوري أن المنطقة وخصوصا بعد حرب الخليج الثانية واحتلال العراق تم تدمير المؤسسات التي هي بالأصل هي مؤسسات لرئيس أو لحزب في أحسن الأحوال. وفي سوريا أيضا هناك شيء مشابه تماما، فلا توجد مؤسسات. بالتالي فأي انتخابات نتكلم عنها، أي مفوضية تشرف عليها، لا يوجد حزب معارض، لا يوجد قوانين أحزاب. بلد تعيش في يعني آلية تنظيمية متخلفة جدا عمرها أكثر من 100 عام ولا زلنا نتعامل بها. أنت تعيش في أمريكا، مع احترامي يعني وعدم المؤاخذة لتعليق هذه الفكرة، كيف نستطيع أن نقول هو استحقاق دستوري؟ بتصوري في ظل الظرف القائم وبقبول الواقع الموجود وتدمير البلد، سواء كان هو بأيادي داخلية أم كانت هناك مؤامرة وهناك تدمير أستاذ فواز، مو تدمير، دمر بشار وأبيه دمروا البلد خلاص. نعم، سواء كانت بتدبير خارجي لتغيير المنطقة وإعطاء الدور الكبير خصوصا لإسرائيل لتكون المشرفة أو التي تقود المسألة الاقتصادية في كل المنطقة. وكما ترى كثير من الدول العربية الغنية جدا تتراكب إلى إسرائيل لتكون يعني في مساندة لها، خصوصا ببروز المسألة الإيرانية والنووي إلى آخره. فالواقع تم تدميره. قبلنا بالمحاولة الداخلية وعدم قراءة الواقع أو بالمؤامرة الخارجية. النتيجة أن هذا الواقع لا زال يستمر. كان يجب قراءة هذا الواقع. الرئيس مع الأسف يعني علم بالمعادلة منذ البداية، عندما صرح أعلامه بشكل دائم وعساكره وجيشه الذي كان يجب أن يكون حامي للشعب، هذا الجيش الذي تحول إلى أداة ضد الشعب، يقول إما الرئيس أو نحرق البلد. يعني أنت مهندس أخي الكريم وللمشاهدين كيف أستاذ فواز مو رئيس أنت ليش تسميه الرئيس يعني؟ معلش أصلا ليس برئيس يعني. واقع الحال أخي سليمان، عدم المؤاخذة، أنا قراءتي بهذا الشكل يعني هو رئيس بواقع الحال أو أمر رئيس حي المالكي منذ 2020 يعني مختار حي المالكي. هذا رأيي. هو رئيس بعد وفاة والده بالطريقة الذي نعرفها وتغيير الدستور إلى آخره، نقتنع بهذا. هذا واقع. نعم، يعني لنفترض أخي جدلا كما أنت تفترض، لنفترض أنه بموقع الرئيس، كيف لي أن أقرأ الواقع وأعرفه جيدا أن الدول العظمى والقوى الرئيسية تسمح لي بمحاربة المكون السني أو نصف الشعب أو أكثر. هي سمحت له حقيقة ولا زالت تسمح. والهدف لا نريد ندخل في تفاصيل كثيرة، سواء تدمير بنية الدولة من جهة وتصارع القوى في المنطقة حتى تصبح ضعيفة ويصبح الأمريكان وإسرائيل هم المسيطرون، وبالتالي فالنتيجة أن الرئيس سيكون مستهدف في فترة قريبة جدا.
وسيكون هناك قراءتي سيكون هناك كما حصل للرئيس صدام حسين مستهلكا، ولكن اللحظة المناسبة يبدو أنهم لم يحددوها سواء أمريكا وإسرائيل بشكل أدق، ومعهم حليفهم الأوروبي. فحقيقة الأفضل كان الاستمرار في الواقع. لا يوجد شيء آخر بديل. أنت رئيس بفرض يعني كما ذكرنا، وتستمر في مهامك إلى أن يكون هناك محاولة دولية لإيجاد مخارج لها. طالما هم لم يجدوا مخارج لها فأنت في موقعك يعني، ويبدو أن بهذا الشكل هناك رغبة للاستمرارية حاليا، رغم أنه هدوء قبل العاصفة بتصوري. هناك في فترة قريبة قادمة لا يجوز لأن المؤسسات تنهار. هذه المؤسسات الشكلية الموجودة رغم ضعفها مؤسسات أمنية، مثلا الشرطة، الدوائر المدنية إلى آخره، هي ضرورية. لا يجوز، أو إن تم تدميرها وإتلافها سيكون هناك مجال لإيران والمنظمات المتطرفة ولغيرها ستصبح البلد مشاعا لكل ما هب ودب. فالبحث الآن بتصوري هو لإيجاد مشروع توافقي خصوصا مع الروس، وربما الملف الإيراني في هذا المجال في حال يعني تم تسويته سيكون أيضا المسألة السورية ضمنها، وسيتم إخراج هذا الرئيس الذي هو السبب في تدمير البلد وقتل ما يقارب 1,000,000 شخص، والمعاناة والآلام التي رأيناها. أصبحت الدنيا قرية صغيرة ووجدنا كل أشكال القتل والتدمير ووجدناها حقيقة، وهي أدت بالنتيجة على أقل ما يقال إلى الاختلاف الاجتماعي الموجود، وليس الصراع بين مكونات المجتمع الواحد. وصل إلى نتيجة خطيرة رغم وجود الآن كثير من المتنورين وكثير من الباحثين الطيبين يبحثون عن الوسائل أو السبل إن صح التعبير المشتركة لرأب الصدع بين المكونات على الأقل، وإيجاد مشتركات والخلاص من هذا الواقع. نحن مع هذا المبدأ مع جزيل الشكر. هذا الواقع سننقله إلى الدكتور عبد اللطيف منير. أنت دكتور بالهندسة المدنية يعني وجسور وطرقات. طيب كيف بدنا نبني جسر للانتخابات السليمة وسوريا أصلا بشار لا يملك حتى على دمشق، إنما على حي المالكي فقط، مختار حي يعني كما يطلقون عليه غالبية السوريين. يعني نقطة يعني ما خلى حدا في العالم جعل سوريا حلبة صراع، يعني ما خلى أي يعني حتى الصومال ما صار فيها مثل ما صار بسوريا. كل القوى الدولية موجودة، فتنة دينية، فتنة عرقية، فتنة طائفية، وإلا مارسها بشار. الليرة السورية الاقتصاد انهار تماما. تركيا محتلة للثلاث أو 4 مدن كبرى في سوريا. الجولان يعني أقسم أنه بده يحافظ على سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية كما في قسمه، يعني بده يحافظ على رخاء سوريا. فهذا كله ما حقق أي نوع من أي وعد من وعود القسم يعني. فكيف بده ينتخب يعني؟ هتقول لي مسرحية وعندك اعتراض دكتور؟ أليست بمسرحية ومسرحية هزيلة؟ تفضل. طيب أنا بدي انتهي من النقطة اللي انتهى فيها الأستاذ فواز، اللي هو قال فيها هو شوف نحن بارعين في تشخيص المرض لكن ليس قادرين على العلاج. هذه نقطة. لكن أستاذ فواز عرج على نقطة، هو إنه شو ممكن نعمل، هو فتح حوار إيراني روسي سوري للخروج من هذه الأزمة. أتفق معه، لكن أحب أن أتوقف هنا قليلا عن بهذا الوضع.
هناك بداية في الأزمة السورية بال 2011 هناك أخطاء فادحة ارتكبتها المعارضة. منها هي لما كان برهان غليون هو وجه الأزمة أو بما تسمى بين قوسين الثورة، ذهب إلى الأمم المتحدة وألقى كلمة هناك وطلب دكتور عبد اللطيف، أنت كنت تسميها ثورة ولك محاضرات ومقالات في ذلك يعني. في بدايتها لما كانت سلمية، لكن لما تحولت إلى السلاح. هلا من حق أي شعب أن يطالب بالإصلاحات. هناك فرق بين الإصلاح في عام 2002 أثناء بعد تولي الدكتور بشار السلطة. دكتور ما طالب إصلاحات بالبداية، كان يرفع الشعب يريد إسقاط النظام. هذا ليس لأنه انتهى زمن الإصلاحات حينما بدأ بدرعا وبعاطف نجيب كيف ارتكب جرائم بحق أطفال درعا، ومنذ ذلك الوقت انطلق شعار الشعب يريد إسقاط النظام وليس إصلاح. لا هذا كان بعد فترة من بداية المظاهرات السلمية. لا أريد الخوض بهذا لأنه الجميع يعلم ماذا حصل في البداية وكيف تحولت وكيف ركب الإخوان المسلمون هذه ما تسمى الثورة وتم تغيير اتجاهاتها ودفعتها بكرة عن أبيها. لكن من دخل التدوير، وهذا الخطأ الأول لبرهان غليون عندما طالب الأمم المتحدة في خطابه في الأمم المتحدة بالتدويل، وهذا كان قبل 2015 قبل ما تدخل روسيا سوريا. إذن هذا خطأ كبير فادح تم استخدامه. لا يمكن الحوار مع معارضة، وهو المعارضة على شقين: معارضة إرهابية في إدلب أو بعض مناطق سوريا كداعش والنصرة وغيرها، وهناك معارضة سلمية سياسية. دور موضوع الحلقة ليست معارضات. نعرف أن المعارضة يعني أحيانا كثيرا نقول أن النظام المجرم أنجب معارضة إرهابية، والعكس صحيح، يعني اثنيناتهم لأنه نتيجة مدرسة واحدة. هاي أستاذ خالد بهلوي عم يسألك سؤال، أنه قرار ترشيح، لنعود إلى موضوع الحلقة، ترشيح بشار الأسد، مو يقول الدكتور خالد قرار ترشيحي ليست خالد بهلوي، قرار ترشيحي ليست قراره، بل قرار الدول المحتلة لسوريا حتى بقائه واستمراره بالسلطة أيضا قرار خارجي. يعني أليس ذلك؟ أنت بتلاحظ رؤساء أمريكا المتتابعين، يعني أوباما أو ترامب أو الحالي بايدن، بيقول لك اليوم بكثير من خطاباتهم قرار تغيير الرئيس هو قرار الشعب السوري. يعني ما تغيرت الجملة. نحن دكتور برأيك انت تصدق هالشيء هذا؟ انت تصدق هالشيء قرار الشعب السوري؟ الشعب السوري من زمان بده يغير، بس انت تصدق هذا الدكتور كعب لطيف بردك؟ لا يعني انه لا نطلب من امريكا تغيير النظام وتسليم مفاتيح القصر الجمهوري الى المعارضه وتذهب لكي تجلس على كرسي الرئاسه. يعني اليوم امريكا واضحه في خطابها، والاكثر يعني انا بحب في ذلك جمله مفيده منذ اسبوع تقريبا، يعني تسريبات مؤكده وحسب اتصالاتي مع امريكا، كان هناك اجتماع صغير مغلق بين شخصيات سورية معارضة أو شبه معارضة، خلينا نقول هي مستقلة على الأغلب، وكان الكلام واضح من مساعد وزير الخارجية أن على المعارضة إن لم تجلس مع الكرد وإشراكهم في المطالب السياسية في المستقبل لا يكون لها مستقبل هذه المعارضة. إذن اليوم وضعوا العقدة الأمريكان، أنا أقصد وأرجو يعني قصدك دكتور قرار تغيير أو تنحية أو الاستغناء عن بشار مرتبط بعدم وجود بديل؟ قصدك هذا ما تقصدون؟ تقريبا، لأنه مواضيع المسرحيات إذا نحكي والهزليات، يعني اليوم ما تفضل يعني انتهى حديثه أو كلمته الأستاذ فواز، إنه نحن اليوم منذ بداية الأزمة السورية نفتقر إلى البديل الناضج السياسي. يعني أنا يعني أجمل جميع المعارضات، أنا أتكلم عن العربية ولا أريد أن أكون هجوميا في هذا البرنامج، لكن يفتقرون إلى ألف باء السياسة والعلاقات الدولية والمصالح الدولية.
يعني هناك لا توجد صداقات دائمة، وإنما توجد مصالح دائمة في العالم. اليوم المعارضة بالصف العربي هي أخطأت أخطاء فادحة وما زالت تخطئ. يعني اليوم التقارب السعودي السوري مؤخرا هو ضرب المعارضة في عرض الحائط. يعني خلص التمويل توقف منذ عهد ترامب، لم توقفت المنظمات بتمويل المعارضة. إذا نحن اليوم في عندنا أخطاء، كي لا أستفيض في الشرح. اليوم في أخطاء إن لم نجلس، فأعود إلى التسريب، إن لم تجلس المعارضة العربية مع الكرد فليس لها مستقبل. إذا هذا مطلب. هل جلست المعارضة العربية مع الكرد بشكل وتمثلت بشكل عادل؟ أنا أظن الجواب هو لا. وأنت لا، هنا أكيد لا متفق، لأنه كما قلت قبل قليل أنه المعارضة للساعة ربما إذا لم تكن أكثر منه فمثله موغلة بالإجرام. يعني طيب خاصة نحن اليوم أنا مزيقة الجيش الوطني. يبدو أن الدكتور انقطع عن النت عنده، ما بعرف. أستاذ فواز، لريثما يعود الدكتور، لك الكلمة. أشكرك مرة ثانية أخي. حاليا القوى المتحكمة في البلد يبدو أنها لا زالت تبحث عن ترتيب الأوضاع في سوريا، التي يعني هناك بوادر جيدة كما أرى بوادر، لكن أستاذ فواز، في نقطتين مهمين ذكرهم الدكتور عبد اللطيف، نقطتين مهمين: عدم وجود البديل، وأيضا افتقار المعارضة لقبول الآخر. وأنت كردي، فالمعارضة رفضت لحد الآن، مصرة على الجمهورية العربية السورية يعني، ورافضة لكلمة فيدرالية كأنها كفر بالمقدسات. يعني نعم، أحيي الدكتور أيضا على إشادته بمسألتين أساسيتين، وهي موضوع تقييم المعارضة. النظام قيمناه منذ فترة، حتى قبل الثورة وبعدها، وخصوصا بعد الممارسات التي دخل فيها استخدام الغاز والجرائم ضد الإنسانية. فالآن منظمات دولية ومنظمة الخاصة بالأسلحة الكيميائية تدين هذه الأعمال، وبالتالي وبشكل آخر الدول بشكل عام. يعني حصل هذا أكثر من مرة في استخدام السلاح الكيميائي، وحصل تنديد إلى آخره. نحن خارج الموضوع. القصد هنا أنه حصل إجرام، والوسائل المتطورة تكشف ذلك، وهناك الصور، وهناك ضمن أجهزة النظام من نقلوا الصور ومن نقلوا كل هذه كلها مكشوفة. القصد أنه قيمنا النظام لنقيم المعارضة حقيقة وبالشكل الموجود الآن غير مقبولة. أنا بالنسبة لي، وحتى كنت بشكل ما في البداية ضمن الحكومة المؤقتة، كانت لي معاناة مع الائتلاف. حتى في كثير من مقابلات تلفزيونية كانت تحدث ضجة عندما أتكلم عن مسائل بسيطة. مثلا أنا أقول هناك مناطق ذات غالبية كردية، علما أن معظم الكرد كانوا يستخدمون كلمة كردستان سوريا، وهي موجودة، وهي حقيقة إقليم كردستان. يعني الملحق قسرا بسوريا، الملحق قسرا. نعم. وتقديرا ومراعاة لشعور زملائي، ومن أجل استمرارية التعاون، كنت في بعض الأحيان وعند وجود برامج تلفزيونية مثلا على قناة الجزيرة أذكرها الآن، أقول مناطق ذات غالبية كردية في سيرة الحديث مثلا عن مسألة ما، فكانت هناك ضجة على هذه الجملة وغيرها من الأشياء الأخرى. وطبعا أنا كنت مستمر في قناعاتي، ووقتها قلت يعني أنا تعرضت للاعتقال في سبيل المبادئ وقناعاتي وسأمارسها، ولكم حرية التصرف ورأيي،
سأبقى على هذا الرأي يعني، وإن شاء الله سنستمر في قناعاتنا. وأنا متأكد، أنا أخي سليمان، أنا متأكد أن معظم الكرد بالنظر لمعاناتهم الكثيرة وقناعاتهم بوجود شكل من الديمقراطية والعدالة ووجود حرية التعبير وحرية الأحزاب، هم مؤهلين جدا لتأمين الأمان والاستقرار سواء في منطقتهم أو حتى في البلد، يعني بمعنى في القطر. الأكراد في العراق أيضا ساهموا في ذلك وهم يساهمون، كما ترى كيف أن المشاكل في مناطق ذات الغالبية السنية والشيعية بعكس المناطق. ونحن مستعدين ولبناء أواصر الأخوة والعلاقات. يبدو لنا ممارسة عميقة وطويلة في هذا المجال. أنا لا أريد الحديث عن شخصي، يعني كحركة سياسية كردية، كثقافة كردية التي كنا نتبناها منذ أكثر من 40-50 عام، نحن على هذه المبادئ. ونرجو ونتمنى من أمثال الدكتور عبد اللطيف وغيرهم التعاون لقلب هذه الصفحة والمحاولة للحفاظ على ما تبقى من البلد. ربما الحديث للدكتور ولا أريد أن أستفيد في ذلك، فأريد أن يكمل كونه كان قطع الحديث معه. بالتأكيد الدكتور عبد اللطيف، هناك رأي سياسي طبعا بيقول أنه بقاء بشار الأسد لأنه هو حامي الأقليات في سوريا. هل ذلك أحد أسباب ديمومة بشار بهذا اليوم؟ هلا أول شيء أنا ضد لفظة أقليات أو طائفة فلانية أو أقلية فلانية. لا يوجد في أي بلد هناك أقلية أو أكثرية، وأنا كتبت مرارا على صفحتي أن يجب تغيير كلمة أقليات أكثرية أو كلمة أكثرية وأقلية. هناك طيف سوري حتى لو وجد إنسان واحد في هذا الطيف، حتى نكون منصفين ونكمل الحوار في مستقبل سوريا القادم المشرق. اليوم هذا احد السؤال اللي بدنا يعني، بس هذا احد سؤالي هذا رح جاوبك. لا يا اخي، موضوع اخي، احنا يعني ليست مشكلتنا بقاء بشار او استقالة بشار واعطاء. هي مشكلة كما ذكرها الاستاذ فواز اخي، البديء التي تتمسك فيه المعارضة، وهي فشل تلو فشل تلو فشل خلال 10 سنوات الماضية يعني، وما زالت مصرة على مسك دفة التغيير. هذا خطأ نحن كسوريين. اليوم أنا ضعني أجد لك معادلة. اليوم جميع الأحزاب السياسية السورية المعارضة وفيهم الكردية، اسمح لي في هذه المعادلة، هي لا تشكل نسبة من الشعب السوري إلى على أبعد تحديد. أنا وضعت 20%، لكن أنا جميع من سألتهم كخبراء هم قالوا بين 12 وال15%. يعني هم لا يمثلون على مختلف تياراتهم السياسية والعرقية، لا يمثلون نسبة من الشعب السوري. وبشار يمثل الأكثرية؟ نعم. وبشار البهرزي يمثل الأكثرية؟ لا خليني أكمل أستاذي. فلنفرض إلى أعلى مستوى 20 يا أخي 25%، معلش هم يمثلون. وهذه المعارضة لا تمثل إلا أنفسها، يعني ليس وراءهم أي امتداد سوى الإخوان المسلمين. كل ما تقوله عن المعارضة يمكن غالبية الشعب السوري يتفق معك، وأنا أحدهم يعني. معلش تسلم لي، بس أنا أتكمل المعادلة بس، لأنه في نقطة مهمة. إحنا يعني مثل ما أنا قلت من شوي، نحن بارعون في التشخيص ومخفقون في العلاج. أنا هلأ أتكلم عن العلاج يا أخي الكريم، أو شبه علاج. أنا لست يعني منقذا، لكن أنا مراقب للوضع السياسي السوري. الموضوع أن 25% هم الذين تمثلهم المعارضة. هناك 75% هم مستقلون. هل تعطيني مثال أو اسم من يمثل هذا الطيف الكبير على مختلف أنواعه، كرد وآشور وسريان ومن جميع الطوائف والنحل، هؤلاء ال 75؟
فعلا إذا هي مشكلة المعارضة الصامتة، الأغلبية الصامتة، حقا هي الأغلبية الصامتة. هي أغلبية صامتة لأنها غيبت، وليس صمتت عمدا أو صمتت تمام. من تلقاء نفسها. أنا غيبتها، وأنت والآخر والائتلاف والمجلس الوطني وفلان وعلان. يعني هذا التغييب ل 75% من شريحة الشعب السوري هو هذا الخطأ الذي لم تنتبه له المعارضة، لا الكردية ولا العربية. معلش، خلينا نضع النقاط على الحروف ونتكلم بصوت عالي وراقي نعم دكتور، إلى نعم. هذه الدرجة. إذا هؤلاء ال 75، طيب اليوم بدها تيجي أمريكا تغير النظام أو الحكم في سوريا لحتى تعطي سلة لا تمثل إلا أنفسها وتهوي البلاد إلى هاوية. اليوم سوريا كموقع جغرافي الجميع يتقاتل على سوريا، أوروبا، تركيا الأكثر. وانا يعني اضع خطين تحت تركيا، لها مطامع هي مشرفه في حق الكرد وفي حق الاخرين. يعني اليوم احنا ما بنحسن نغيب هذه الشريحه المستقله وليست متدينه. الشعب السوري، يعني السوريين ليس كاللبنانيين متحزبون وليس كالعراقيين. الشعب السوري فريد في طيفه المميز. هناك اخي، انا سمعت من مسؤولين سوريين ميرانا وتكرارا ليس لديهم مشكله مع الفيدراليه، وسوف تطبق الفيدراليه كما سمعت من وعود، فيما لو حال الجميع عاد الى الطاوله. اليوم هذه المعارضه التي تفتقر الى التمثيل دكتور، الحقيقي المعارضة ترفضها والمنطقي. وبشار يرفضها، يعني كيف المعارضات ترفضها وبشار يرفضها؟ الفيدرالية، النظام الفيدرالي. لا بقى، انا يعني كن على ثقه ليس هناك مشكله في الفيدراليه. وانا جلست مع وليد المعلم رحمه الله قبل وفاته بسنه، ليس لديهم مشكله. وسمعت وزير الخارجيه السابق السوري يتكلم عن الفيدراليه على الاعلام، ليس لديه مشكله. لكن الفيدراليه الديمقراطيه وليست الفيدراليه الإثنية. يعني هناك كانتون علوي، هناك كانتون درزي، هناك كانتون سني. لا، احنا نتكلم عن الفيدراليه مو كالفيدراليه اسمية، الامريكيه. فيدرالية جغرافية دكتور، فيدرالية جغرافية أفضل، يعني زي لا أمريكا، لا لا زي أوروبا. لا هلا بامريكا ما في جغرافي، ما في أنا قصدي منطقة يعني عفوا جغرافيا. أنت مثلا هلا بمدينة سياتل، سياتل بتلاقي متنوع، ولكن اذا جغرافيتها هي اذا بحد ذاتها فيدرالية. خلينا نقول اللفظ الطبيعي هو الفيدراليه الديمقراطيه. يعني ممكن اليوم اذا عندك برنامج، انا حتى اكمل بس النقطه. يعني هذه المعارضه كي تقنع ال 75% من الطيف السوري الغير ممثل والذي اجبر على الصمت لانه هو يحتار بين هذا وذاك، فاختار الصمت. لم تقدم المعارضه العربيه وحتى الكرديه، معلش اسمح لي فيها، أي مشروع اقتصادي ينقذ المواطن السوري ويخرجه من محنته ومعاناته المالية والاقتصادية. لم يجرؤ أحد على تقديم مشروع اقتصادي. يعني أنا أذكر مرة في 2006 كان هناك اجتماع للنخب السورية، وذهبت في مشروع اقتصادي كامل متكامل عن سوريا، وهو الوحيد ما زال موجود في جعبتي. ولم أحد يتجرأ على دراسة مشروع اقتصادي لإنقاذ سوريا. عندما ذهبت وأريد أن أتكلم فيه على الملأ في اللقاء، قالوا لي هذا آخر همنا. الجميع قالوا لي هذا آخر همنا، عندما نستلم زمام الحكم نفكر. يا أخي أنت وين رايح؟ إن لم يقتنع هذا المواطن المستقل وهم الشريحة الأكبر بتغيير حياته ونمطه وأولاده وأحفاده، فأنت يعني السياسي إن لم يقتنع بمشروع اقتصادي فهو فاشل. اذا انا يعني بدي يعني شو فئه التغيير؟ يا اخي لم تقدم المعارضه لا الكرديه ولا العربيه على السواء بمنهج لرؤيه واضحه لهذا المواطن ليشكل الشريحه هذا الكبيره على السؤال مختلف. سننقله إلى أستاذ فواز، هو أحد الشخصيات المعارضة المعروفة. أستاذ فواز، أنتم المعارضة فعلا يعني بقاء أو ديمومة حكم بشار البهرزي سببه افتقار المعارضات، إن كان كل المعارضات إن كانت عربية أو كردية، لبرنامج سياسي لتأكيد لإثبات
بأنها قادرة على قيادة البلد، بإعطاء صورة جميلة للعالم الخارجي للقوى الدولية الفعالة على الساحة السورية. يعني أنتم المعارضات كمان يعني لا تقلون عن تحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع سوريا. بالتأكيد كان هناك خلل كبير في شكل المعارضة وبالتحديد في القيادة السياسية، وكنت أشير في كثير من الأوقات إلى نقاط الخلل الكبير، ولا نريد أن ندخل في التفاصيل الآن حقيقة. لا بدنا تفاصيل دكتور. خلينا استاذ فواز، خلينا نكون واقعيين. يعني بتشوف السنه، اذا نحكيها بلغه الطائفه اللي للاسف الان سائده في الشارع السوري، السنه لهم ألف ممثل وألف تيار وألف حزب. الكرد كذلك الامر، يعني يمكن وصلنا ل 70 80 حزب يعني. وكذلك الاشوري السريان، وهذا يعني في حركه سريانيه وحركه اشوريه ما بعرف الاتحاد، يعني كل لحد الآن على أساس تنادي في خدمة الوطن المسكين تاه. يعني وضع بين نعم واضح أخي سليمان. يعني كانت المعارضة في وضع جيد حقيقة، وخصوصا أنها مدعومة من الجماهير الواسعة في الداخل في مظاهراتهم السلمية في البداية بشكل خاص، وحتى فيما بعد، حتى وبعد أن حولها النظام إلى شكل عسكري وتم دخول ميليشيات. مع ذلك يعني هناك جماهير، هناك شعب يستطيع قهر أي قوة حقيقة لو ظلت بشكل يعني مدروس وواعي وبقيادة حكيمة توجهها. إنما هناك شيئين ممكن أن أذكرهم. أول شيء هو بروز المسألة الغطاء الإسلامي، وحتى إعطاء المجال فيما بعد لمنظمات إرهابية كداعش والنصرة. أعطت المجال، المعارضة أعطتهم مجال ظنا منها أنها ستصبح أقوى وستسقط النظام، علما أنها لم تقرأ اللوحة أن النظام بهذا الشكل، بالشكل الذي تريدونه أنتم، بالشكل الإسلامي أقصد، لن تسقط المعارضة. وبتصور قرأنا اللوحة أمام أعيننا أنه في كثير من الأحيان عندما تصبح المعارضة قوية فأن القوى الدولية، أمريكا بشكل خاص، كانت تفسح المجال للنظام لضربات قوية لمواقع المعارضة. وبالعكس عندما كان المعارضة تصبح في وضع ضعيف أيضا كانت حتى تعطي بعض الأسلحة للمعارضة، بمعنى استمرار الأزمة وليس دعم المعارضة لتصبح قوة مسيطرة. النقطة الثانية، في ماجد أبو زيد كمان يقول لك أستاذ فواز، يقول لك لم يكن لدى المعارضة أي مشروع وطني جامع. هذا الذي أريد أقوله في النقطة الثانية. حقيقة لم تستوعب المكونات الموجودة في البلد. يعني ومثلا الكرد، يعني حتى نحن مكون كبير حقيقة بالنسبة لبعض مكونات أخرى وفاعل، واستطعنا في عام 2004 زعزعة النظام حقيقة، وأصبح وكانت تلك الانتفاضة الثورة الأولى، الثورة السورية الحقيقية، كانت مثالا يحتذى به، كانت مسألة رائدة في مواجهة النظام حقيقة، يعني كقوة جماهيرية متوحدة في وجه الاستبداد وممارساته. دعنا من هذا الموضوع. لكن لم تستوعب لا الكرد ولا المسيحيين يعني فروعها الحزبية والسياسية، ولا الدروز، ولا يعني الطوائف الموجودة الأخرى، ولا العلويين، حتى العلويين نفسهم، حتى العلويين. أنا استغربت في المعارضة عندما التقيت بإحدى السيدات العلويات، كنت أستغرب، يعني حالة فريدة ربما نادرة وخاصة. مهم تصور أن تقوم المعارضة ببيانات وتصاريح
خطيرة جدا، وكأنه الهدف الأساسي هو الجولان مثلا. لن نتنازل عن شبر من الجولان. أنت لم تصبح السلطة حتى تتنازل عن جولان أو كذا أو ومسائل أخرى. يعني المقصد أن الأمريكان كانوا مستائين منهم، وإسرائيل مستاءة، والدول الأوروبية أصبحت تتراجع في دعمهم. قرأت اللوحة أن هذه المعارضة لا تصلح أن تكون سلطة ولا بأي شكل حقيقة. وأقولها بصراحة أيضا، بعض الفئات استولت. الآن يبدو حصل الفشل ولم تعطي النتائج. تبرز الآن بعض شخصيات، تبرز الآن بعض محاولات أخرى جديدة، وأشار إليها ضيفك الكريم أن بعض أوساط أمريكية تؤكد على التعاون الجدي مع المكون الكردي لبناء علاقة وبرنامج جديد ممكن أن يبنى عليه. ولا زالت المساعي جادة، أولا بين المكون الكردي بطرفي المجلس وأسد أولا، ثم بالمكون أو أطراف المعارضة العربية، وهكذا يبنى معارضة جديدة أو شكل جديد، إذا قلنا على الأقل شكل جديد يبنى عليه ويمكن اعتباره الأداة أو القوة المعتمدة، القوة السياسية التي يمكن الاعتماد عليها. نعم، هناك خلل يجب إصلاحه. تمام. دكتور عبد اللطيف، سمعنا سؤال أو رأي سياسي أو نكتة سياسية بتقول أنه الأمريكان قالوا للروس سوريا وروسيا اسمين متشابهين من نفس الحروف، وبالتالي لكم الحرية المطلقة في سوريا، يعني الضوء الأخضر كامل لبوتين بفعل ما يشاء، وأنت في أمريكا عايش. هل في ذلك من مصداقية؟ نعم، هذا الكلام صحيح. يعني هناك اتفاق أمريكي روسي على سوريا، وهم ليس عدو الآخر في الشأن السوري، ربما أعداء في منطقة أخرى ولكن أصدقاء في سوريا أو أصدقاء في منطقة ثانية. هذا الكلام مضبوط وصحيح سيدي الكريم. لكن أنا بدي أعود إلى العلاج يعني مرة ثانية. يعني اليوم الأستاذ فواز ذكر أنه إصلاح المعارضة وفشل المعارضة. طيب نحن لماذا لا نختصر الطريق ونذهب إلى القصر الجمهوري كي يبدأ العلاج وحل العقد الشائكة في سوريا؟ اليوم معارضة، يعني أنا اليوم أضرب عليها إشارة إكس أو ضرب، لأنه منتهية من الغرب وأوروبا وحتى الخليج اليوم قد تخلى عن هذه المعارضة. إذا نحن اسمح لي هنا عفوا، في مثل يقول اللي بيجرب المجرب بيكون عقله مخرب. يعني وناس رجعوا لحضن الوطن، ويعني كثيرين سواء كانوا بالجيش أو من معارضة رجعت وقطعت رؤوسها، يعني وغيبت في السجون وصفيت في السجون. يعني فكيف أنا بدي آمن أروح عند بشار وأتفاوض معه؟ لا في لا معلش، بغض النظر أنا اسمح لي بس، حتى اللي اختارتهم المخابرات السورية اللي يكونوا مرشحين مقابلين بشار، أو كما يقال لونا الشبل اختارتهم يكونوا مرشحين أنداد لبشار، لم يستطيعوا أن ينقذوا بشار بكلمة واحدة. يعني كأنهم هم يعني في برامجهم يقولون التقينا بسيادة الرئيس. طيب لما أنت شفت في أمريكا كيف المناظرات يا بشار، لماذا لا يستجي المرشح اللي مقابل بشار يقول يا بشار أنت فشلت، أنت خنت قسمك الوطني، أنت ضيعت سوريا، أنت جبت كل مرتزقة العالم، كل إرهابي العالم لسوريا، أنت جعلت الدولار الواحد ب 3500 أو 4000، أنت دمرت الاقتصاد، أنت عملت فتنة، أنت كذا. المفروض المرشح المقابل بشار يقول ذلك. حتى هذا ممنوع على المرشحين. كيف تطلب من المعارضة أنه يروح على القصر الجمهوري؟ لا أنا المشكلة إنه عم تقطع الكلام وما عم خليني أكمل الفكرة. يعني أستاذي الكريم، تفضل. معلش سامحني على التعبير.
لكن انت اليوم عم يعني في اسئله كثير عم تطرحها اثناء مداخلتك، هي كل لا انت وحده عم بدها تقول انه حلقه. بده يروح على القصر الجمهوري، كيف بدي لا اروح لا انا لا، انا خليك معي انا شوي، كمعارض خليك كيف بدي معي. اروح على القصر الجمهوري؟ يا اخي انت عم تستعجلني وكاني انت عم تهاجمني، وانا ما عم هاجمكم يا اخي لا 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 الكريم. انا بالعكس، انت اخ انا عزيز افكر بشكل وضيف منطقي. محترم طول جدا بالك جدا. علي شوي. معلش، احنا اليوم خلي المشاهد يطلع بنتيجه ايجابيه. انا بيهمني بالضبط. المشاهد، لا اريد ان اثبت قوتي وقوتك وان نتبارز على صراع يعني غير لائق في سوريا. اليوم اخي هناك حوارات، وهناك اقنيه كرديه سوريه، وهناك اكثر من اجتماع، يعني حتى قصد، وانت على علم بها والاخوه المشاركين، ان هناك لقاءات سوريه كرديه في سوريا تمت مع الحكومه السوريه. هذا صحيح ام لا؟ هذا صحيح. لكن لا نستطيع الحوار السلمي والحوار البناء والبندقيه على الطاوله يا اخي الكريم. اليوم تركيا لها اطماع في سوريا، والهم الكردي والهم السوري عدوهم واحد. يعني وايران لها يجب اطماع وروسيا لها اطماع. اخي هذا تحت الكنترول. اليوم انا يعني انا لانه عم يصير في قطش للفكره اللي بدي اقولها اخي الكريم. سوريا جغرافيا موقع استراتيجي عالمي لا يقل عنه اي دوله استراتيجيه في العالم. منطقه الشرق الاوسط هي بوابه الشرق والغرب، بوابه بين اوروبا والخليج، السوق والاستثمار. سوريا هي موقع يعني جدا هام، وخصوصا بعد اكتشاف بحيرة النفط في المتوسط والتقاطر عليها من قبل تركيا ودول المنطقة المتشاطئة على المتوسط. وهناك غاز طبيعي يفوق الغاز الخليجي بأجمعه. إذن هناك سوريا منطقة استراتيجية اقتصادية ضخمة. هل وعت المعارضة وهل وعى الأخوان الكرد الطيبين؟ وأنا ليست عندي مشكلة مع الكرد أخي الكريم، حتى يعني أكون بالعكس واضحا. نحن نعتز بك الكرد وصداقتك. كرام، وهناك يعني أنا يعني أحب الحوار معهم لأنهم يعني يفكرون بعقلانية. أنا أريد أن أصل إلى نقطة. نحن كي نختصر الطريق، باب دمشق مفتوح لأي حوار، وأنا أؤكد لك ذلك. هناك حوار اخي يجب ان يكون مع الراس وليس مع الذنب المعارض. هدول ليس معارضين، ليس لهم علاقه في سوريا، هم اجراء، هدول يعني موظفين في الخليج وتستعملهم امريكا. وحتى اقول لك شغله على امريكا عشان ندير بالنا يعني نعرف كيف بتتم العلاقات الدوليه. لا يمكن ان تطلق العنان لاسرائيل وسيطرتها على المنطقه. دائما امريكا تريد ان تجد الند لقوى أخرى. الند لإسرائيل اليوم وعلى الساحة والكل يعرف هي سوريا. يعني هذا هو التوازن الدولي التي ترغبه انت أمريكا. مقتنع بذلك الراي؟ لا تستطيع أمريكا أن تضع جميع بيضها في سلة واحدة وهي إسرائيل. يجب أن نعلم ذلك بكل الوعي، ويجب أن نتفاعل بالعمل السياسي من خلال هذه المنظومة. هذه المعارضة كما ذكر الأستاذ فواز دكتور بس هرولت. اسمح لي هنا، لولا خليني اكمل اسرائيل لما الفكره، الله بقي يخليك. النظام. خليني اكمل الفكره. جميع المعارضه كما ذكر الاستاذ فواز هرولت الى اسرائيل وتنازلت عن الجولان. امريكا لا تريد ذلك. امريكا لا تريد ذلك. هذا الفعل الشنيع. اليوم سوريا قوه مطلوبه من العالم الغربي وعلى راس امريكا لوجود الند الاسرائيلي. وهذا يعني نقطة قد يعني لم ينتبه لها أي معارض أو أي سياسي سوري على اختلاف نوعه أو جنسه أو عرقه. هناك توازنات دولية. هناك التركي. هل تتوافق أن التركي والأمريكي هم أصدقاء؟ لا يا أخي. اليوم يعني اليوم في سياسة أمريكية، اليوم في مصالح دولية، في مصالح دول كبرى، في نظام دولي جديد قادم على المنطقة خلال السنين الخمس القادمة. نظام مختلف تماما. هناك تقاسم ثروات، هناك فوائد. يعني هذه المواضيع الشائكة يا أخي الكريم هي صغيرة ولكن لم ينتبه لها هذا أحد. النظام القائم الجديد اللي قادم على المنطقة، هل أنت كدكتور عبد اللطيف تقبل أن يكون في راية كردستان خفاقة عالية؟ أخي الكريم، هلا إذا بدنا نحكي بهذا الموضوع والله هذا كلام حلو، أنا جابالي أحكي فيه كثير.
صراحة يعني اليوم الكرد يعني مع احترامي لهم، وأنا كثير يعني أؤكد معزتي لهم. يعني اليوم أول شيء بدي أقول نقطة سريعة مشان ما أخذ من وقتكم وأخذ من وقت المشاهد. هناك مطالبة بإلغاء الجمهورية العربية السورية. أنا ما عندي مشكلة بموضوع العربية أبدا، ما عندي مشكلة، لكن قبل أن أطالب الآخر بإزالة عربية، هل أزلتم كردستان مثلا، كلمة الكرد من شعار الدولة أو من شعار الإقليم؟ لا، لم يعني أنت عم تطالب شغلة وأنت عم تعملها، عم تطالب بإزالة خطأ وأنت عم تخطئ فيه. هذه بس ملاحظة هامشية. كردستان، اليوم عفوا دكتور، كردستان رمز لوطن، بس ما نقول دولة كردية، نقول دولة كردستان. في فرق طيب بين دولة كردية وكردستان دكتور. آه، طيب مثل ما بدك. المهم أنت لازم تدافع عن لا مش صح وعن ادافع، غلط. هذا الواقع، هذا الكلام نخلي طيب ماشي. الاستاذ فواز يعلق عليه بس لنعود اليه. لا ما في داعي نفوت بهالمجال لانه هذا شيء هامشي بسيط جدا. انا تمام. بس حبيت من ناحيه بس يعني تفضل. الدعابه. اخي اليوم اقليم كردستان العراق، اقليم كردستان سوريا، اقليم كردستان تركيا، 3 اقاليم. يعني انا واضح وانتم تعرفون كاخوه كرد، اربع ليس هناك اقاليم. توافق بين اقليم كردستان السوري واقليم كردستان ان صح التعبير العراقي. عندما طالبت اقليم كردستان العراقي بالانفصال والتصويت، فشل التصويت يا اخي. طبعا فيما لو نجح، خلينا نقول احنا لو عملنا عندك جائزه. التصويت لم يفشل، وانما تدخل المؤامره العربيه العالميه على الكرد، المؤامره الدوليه اذا القذره على الكرد اجلتها، ممتاز وانما بقيت ممتاز. سلاح بيد الاخ الرئيس مسعود بارزاني في اي وقت اتفق يمكنه ان يستخدمه قانونيا، سلاح قانوني. اتفق معك، انا ما عندي مشكله، بس انا بدي اقول لك فيما لو نجح التصويت بشكل من الاخر، فيما لو نجح. طيب دولة كردستان العراق، خلينا بس أعطيك فكرة صغيرة سريعة. أنا ما بحب أطول في المداخلة حتى أعطي المجال للرأي الآخر، وأنا أحترم الآخر ورأيه. يعني هذا من شعاري. يعني اليوم فيما لو نجحت الانتخابات أو التصويت على فصل إقليم كردستان العراقي ويصبح دولة مستقلة، يحدها من الشمال تركيا عدو، من إيران الشرق عدو، سوريا سوف تكون عدو، العراق عدو. 4 دول ليس لها منفذ ساحلي. يعني إذا أغلقت الأجواء، يعني خلال أقل من سنة تموت هذه الدولة. يعني هل فكر هذا الإقليم لا، المنفذ أن الساحلي موجود عبر عفرين، لذلك تركيا احتلتها وبغطاء من نظام يعني. أنا بدي إياك تقول هالكلمة، أنا ما قلتها، أنا بدي إياك تقولها. إذا الخط الواصل من كردستان العراقي أو الشرقي إلى كردستان الغربي إلى حدود عفرين والشواطئ السورية، يعني كمان هناك عدو. هل تقول لي توافق سوريا وتركيا؟ يعني أنت يعني حتى أمريكا لم تعطيهم، يعني حتى تركيا، يعني أمريكا اللي هي الصديق إلى الكرد في الشرق السوري، سمحت لتركيا باحتلال عفرين واغمضت عين امريكا عينها. يعني انت اليوم في عدم، يعني انت عم ماشي بعكس التيار. هناك توافقات دوليه. امريكا لم تسمح للكرد بالوصول الى المياه الدافئه في المتوسط، وهذا واقع يا اخي، لازم نعترف. يعني امريكا اغمضت هذا ما عينها سنقوله وسلمت عفرين الى للاستاذ، وهو تركيا. قيادي كردي يعني، وهو قيادي بالحركه الكرديه، الاستاذ فواز. هذا ما سنقوله الى الاستاذ فواز. باختصار استاذ فواز، نحن وصلنا الى نهايه البرنامج تقريبا. في سؤال ما قبل الاخير ساسالك، ولكن لك كلام تعليق على كلام الدكتور عبد اللطيف. والله مع الشكر للدكتور، لكن لي ملاحظة أساسية حول الذهاب لدمشق. يعني دمشق الآن ليس لها قرار كما نقرأ ذلك ونرى ذلك. دمشق الآن هي بيد الروس والإيرانيين وبقوة، حتى على مستوى الجيش، حتى على مستوى القصر الجمهوري. يعني نتابع الوضع، وما أعرف يعني أنت متابع أو لا، لكن واضح أنه القرار بشكل آخر هو قرار دولي. يعني أمريكان بشكل ما، وحتى الروس ثم الإيرانيين. النظام لم يعد قادرة على السيطرة لا على البلد ككل ولا حتى على البلد كجزء أيضا. فكيف يكون الذهاب إلى دمشق للتفاهم أو
إيجاد الحلول الممكنة. هناك لجنة دستورية وهناك قرارات دولية هي التي لا يمكن التراجع والتنازل عنها أخي العزيز. هناك قرارات دولية لابد، هناك سلال 4، هناك مفقودين، هناك إدخال المساعدات، هناك مسألة دستور جديد وانتخابات. هذه لم تتم، وبالتالي نرجع إلى عنوان الحلقة، يعني موضوع الانتخابات كله لا يعتبر شرعيا في ظل القوانين الموجودة والمستحدثة حاليا حول موضوع سوريا والأزمة السورية، لكنه تحصيل حاصل كما ذكرنا سابقا، وليكن استمرار الأزمة، هو استمرار الأزمة. النقطة الثانية أشرت إليها الدكتور العزيز، هو أن أمريكا تبحث عن قوة ضد بلد ما لتكون ورقة ضاغطة عند اللزوم، وهذا أنا أوافقك عليها تماما في موضوع تركيا، في موضوع إيران، في موضوع دول الخليج، حتى في دول أخرى تستخدمها حقيقة، في موضوع روسيا. لكن في المسألة الإسرائيلية بتصوري كان الجواب بعيد عن الحقيقة. لا تتصرف أمريكا بشيء يخص المنطقة وتخص إسرائيل إلا بمراجعتها، حتى في مسائل النووي الإيراني كما ترى بأعلى المستويات وزير الخارجية وزير الدفاع يتوجه إلى إسرائيل لاطلاعهم على المباحثات وعلى للتنسيق فيما بينهم، وهذا يتم يعني بشكل علني ويتم التعبير عنه. إسرائيل لا يمكن، هي قاعدة أمريكية، هي محطة أمريكية لمراقبة المنطقة ولترتيبات المنطقة. أصلا أنت رجل اقتصادي، وبتصوري أنت أشرت إلى بعض نقاط اقتصادية مهمة، وموقع سوريا وموقع المنطقة كله يتطلب وجود قوى فاعلة وحليفة بالنسبة لأمريكا، وإسرائيل هي واحدة منها للوصول. حتى إيران، أنا قراءتي حتى إيران يجب أن تكون صديقة لأمريكا، وهي تحاول في سبيل ذلك. هي الآن أخرجت ميليشيا الحوثي من موضوع الإرهاب وسترضي إيران بأي شكل. الموضوع يتعلق بصف أخر وبوضع اقتصادي كبير جدا يتعلق بالمنطقة ككل في مواجهة المد الاقتصادي الصيني الذي أصبح كالحوت يبلع المناطق كلها، ويبلع حتى يعني قلت لك أوروبا وغيرها. ولا بد من مواجهة ما ستحصل، ربما قد تصل إلى شكل من الصراع المؤقت العسكري أخي العزيز. فموضوع إسرائيل موضوع مهم، لا يمكن أن تقبل بوجود دولة كسوريا مثلا مواجهة أو معادية لإسرائيل. حقيقة قراءتي هذه. النتيجة أخي، النتيجة لا يجوز بتصوري، لا يجوز استمرار الحالة. يجب أن يقرأ النظام والسلطة الموجودة هذا الواقع، أن استمرار هذه الحالة هو استمراره في الدخول في الأوحال إلى درجة أعمق. لابد من عقول نيرة ومن الرجوع عن الخطأ، وبأي شكل ما الخلاص من هذه المصيبة التي حصلت. وشكرا لكم دكتور. كل شكر لك يا أستاذ فواز. دكتور، آخر كلمة أو آخر يعني نحن وصلنا لنهاية البرنامج. كنت تتمنى أن أسألك سؤالا ولم أسأله، ولك 5 دقائق بأريحية. أي كلمة توجهها لشعبنا السوري، سوريا بدون أو مقاطعة أستاذ سليمان، بدون مقاطعة للأخ الدكتور. لا، أنا قلت لك 5 دقائق تماما في آخر كلمة. تسلم كلك ذوق أخي، وشكرا لضيفك العزيز والكريم. أخي الكريم، اليوم خلينا نقرأ المستقبل. تكلمنا عن الماضي، فلنقول في هذه العجالة وال5 دقائق التي سمحت لي بها كيف أقرأ المستقبل. اليوم هناك تقارب سعودي أو بعض المراسلات أو التصريحات الإيجابية بين السعودية وإيران. هناك تقارب واضح بين السعودية وسوريا. هناك تكاليف طائلة يتكبدها الخليج من جراء حربه وابتزازه من أمريكا.
هو على حافة الإفلاس. هل تعلم أن الحكومات الخليجية بدأت تقترض من المواطن الخليجي وإصدار سندات دين؟ هذا طبعا معروف. على حافة الانهيار. هناك منطقة سوف لا يمكن فتح منابع نفط جديدة ما لم تغلق الأولى، وإلا برميل النفط سوف يصبح ب$10 أو أقل. وتم بيع النفط كان يقول لك تعال اشتري برميل وخذوا منه $5 في خلال الأشهر الماضية. لا يمكن فتح منبعين للنفط. هناك إغلاق كامل لمنابع النفط في السعودية أو الخليج بشكل عام، وإعطاء البنك الدولي صلاحية القاضي الاقتصادي على أموال الخليج. ومنها سوف تفتح سوريا، لأن هناك شواطئ أو بؤرة أو بحيرة من الغاز الطبيعي والبترول متشاطئة حتى مع إسرائيل وقبرص ومصر ولبنان وسوريا. هذه البؤرة لا يمكن أن يتم استخراجها ما لم تتفق المعارضة على أسلوب جديد وتغيير منهجها والدخول في حوار مع الحكومة السورية وعلى رأسها بشار. أنا والله أقول بكل صراحة هذا واضح للجميع اليوم، فلنترك السلاح ونبدأ بالتفاوض. لا يمكن أن يكون تفاوض بين اليوم وبكرة. هناك إجراءات، لكن البطء من المعارضة والبطء من الكرد. يعني اليوم اتفاقية أضنا، حتى أعرج على موضوع مهم، سوريا قابلة فيها وتركيا قابلة فيها بضغط روسي أن أن يعود الكرد يمكن 30 كيلومتر نحو الجنوب. تركيا تطالب ب50 أو 70 كيلومتر. لكن هناك حوار يجب أن يفتح قريبا وعاجلا لا آجلا ببدء الحوار. وهناك حوارات كردية سورية وبتصور تعرفوها، فنبدأ اليوم بالحوار والوصول إلى صيغة، لأنه الكرد إخواننا يمثلون طيف مهم في سوريا ولهم الحق في التمثيل يعني كمان سوريا والله العظيم خلينا نحكي واقع. يعني كثير من رؤساء الوزراء السوريين كانوا كرد من اصول كرديه والاسامي معروفه، حتى وزراء. يعني نحن خلقنا مشكله لم تكن موجوده في سوريا. خلونا نبدا بالحوار، نبدا بالسلم، لانه اي اعاقه للمحور السلمي هو اعاقه للمواطن السوري ولسوريا بكل مكوناتها وبكل اطيافها. يعني نحكم لغه العقل، والحرب لا تثمر. اليوم جميع الدول التي استعملت فيها الثورات المسلحة ما زالت دول هزيلة ومتأخرة عن الركب الحضاري، وجميع الدول التي عملت ثوراتها بشكل سلمي هي اليوم متقدمة حتى في ديمقراطيتها على أوروبا وأمريكا. اليوم السلم ثم السلم يا أخواني. وأنا أشكرك وأؤكد لك على مبدأ الحوار، ولكن دكتور أليس من اللا عدالة أن يكون هناك حوار بين الجلاد والضحية؟ يعني المساواة بين الجلاد والضحية. كيف بدي أحاور نظاما يرفض وجودي؟ أنا هلأ باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكل في سوريا ومن هذا المنبر أقول لك أنا مستعد أن أتحاور مع بشار ومع الشياطين إذا اعترف بوجودي التاريخي على أرضي وبمنح وبقبول دولة فيدرالية. هل سيقبل؟ أنا مستعد باسم الاتحاد العام للكتاب، وهو اتحاد معروف وعريق ويقبله كل الحركة السياسية. هل سيقبل بشار؟ والاتحاد على رأسي، لكن كلمة الجلاد وتكرارها ويعني كي يعني لا يوجد سواها من بديل. يا أخي الكريم، نحن عفى الله عما مضى. اليوم يعني أنا لا أجيب مثال في مثال، ولا يعني هناك من يتغير بين ليلة وضحاها. عمر بن الخطاب الخليفة الإسلامي أو الخليفة الثاني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان من أشرف الناس، وهو الذي وأد بنته، واليوم أصبح ثاني شخصية عالمية باعتراف الغرب. فيعني هي كلمة الجلاد والتكرار والسلاح، يعني والله العظيم احنا خلينا نخلص من الحرب، خلينا نرجع لوطننا سالمين غانمين، نبني الوطن. أنا قالوا لي بترجع ورجعت، وأنا غبت 30 سنة عن سوريا، لكن رجعت أثناء في أواخر الأزمة السورية منذ عام أو أقل بقليل.
عدت لأبني سوريا. يعني قلت لهم أنا لا أريد أجرا في سوريا، ولو طلبوا مني بناء عمود لا أسأل من يقطن هذه الحارة أو تلك الزقاق أو ذلك الشارع. سوريا للجميع، يقطنها الإيراني سوريا وطن. والأفغاني والعلوي العراقي والشيعي الفلاني. هذا أنا أقول لك من يقطنها دائما دكتور. سوريا مفتوحة بدون فيز بيعت لجميع بيعت الدول. بيعت دائما سوريا مفتوحة لجميع الدول وللجميع بدون فيزا، والجامعات السورية مفتوحة أبوابها بدون علامات، يدخل الطالب مجانا إلى سوريا دون دفع أقساط. يعني معلش، نحن بنذكر مساوئ، بس في كثير محاسن وإيجابيات في سوريا. اليوم سعر البنزين في سوريا أرخص من أي دولة نفطية في العالم ومنها أمريكا. ما زالت سوريا تتمتع برخص العيش ونكهة المعنى، والشعب الطيب السوري حرام أن يصبح هكذا ضحية في اللعبة الدولية والمؤامرة على سوريا. أشكرك دكتور عبد اللطيف. أستاذ فواز أبو زيد، آخر دقيقتين لك الكلمة. والله كلام جيد للدكتور، لكن حقيقة الواقع مختلف إلى حد ما. يعني واقع البلد، مؤسسات البلد، الميليشيات مسيطرة، القوى العسكرية مسيطرة، الكثير من المؤهلات العلمية والناس الطيبين الكثير هاجر حقيقة. يعني الآن البلد يخيف، يعني سواء بمناطقه بالمناطق أو حتى في العاصمة لا يؤتمن. ولا أقول أن من يقول البلد خليت بليت يعني مثل، يعني لا تخلو، ولكن بشكل عام الوضع الآن مخيف. نتمنى إمكانية العودة التدريجية إلى حالة آمنة ومستقرة. يعني مدحت في واقع البلد، نحن البلد يعني حلو بالنسبة لنا ومتعلقين فيه حقيقة، ومن عاش في بلدنا في العاصمة دمشق وفي حلب وفي المدن الأخرى وحمص حقيقة يحبها، هي بلد تنحب. لكن ما حصل وما يحصل مخيف جدا. وحتى في المناطق اللي أشرنا إليها في القامشلي مثلا، في القامشلي لم تحدث الحرب، لكنها بلد تغيرت معالمها. اللوحة الآن ملوثة، اللوحة ليست جميلة، تم تلويثها. يعني حقيقة تحتاج إلى وقت. نتمنى أن تكون الأيادي المخلصة تساهم. ومع الأسف الواقع يقول أن الدول العظمى هي المتحكمة، وهي التي أخذت القيود كلها، وأخذت المبادرات والقوة بيدها والتصرف بيدها في كل المناطق. يعني في مناطق إدلب، في مناطق شرق الفرات، في مناطق الجنوب، حتى في الساحل تم بيع مؤسسات الدولة، تم بيع المطارات، تم بيع المرافق. يعني حالة خطيرة. نتمنى وهو تمني يعني أن تتعافى البلد بالتدريج بمساعدة دولية وعربية. وأؤكد على كلامك الذي أشرت إليه، موضوع العلاقة مع السعودية ودول الخليج هي تدخل ضمن خلق جو عام في منطقة الشرق الأوسط التي ستستفيد منها أمريكا. يعني هي ضمن إطار مصالحها الكبيرة والمعاناة التي تعانيها، وأنت في أمريكا وتعرف معاناة أمريكا اقتصاديا والتخوف الكبير من الواقع الذي خلقه الصين، الواقع الاقتصادي. هي تتصرف ضمن هذا الإطار، ونحن نقرأ الواقع ونتمنى أن يكون بلدنا يكون جزء مساهم بتحقيق حالة الأمان. هي مطلوبة، هي تتحرك ضمن هذا الإطار بتحقيق حالة استقرار في المنطقة ككل، من اليمن حتى لبنان والعراق. يعني خلق حالة تستطيع وقتها أمريكا أن تراهن وتكون بيدها ورقة قوية في مواجهة التحدي الاقتصادي. الآن العالم أمام تحدي اقتصادي، وهي تلعب ضمن هذا الإطار. فنتمنى أن تكون سوريا جزء مساهم في هذه المسألة حتى يتحقق فيها الأمن والأمان، وأن يتم تغيير هذا النظام، أن يتم تغيير السلطة. هذه لا يجوز أن تستمر. نحن مع وجود الحلول السلمية ضمن قرار 2254 بحيث يتم محاسبة المسيئين من المعارضة ومن النظام.
شكرا للمرة نأمل الأخيرة. ذلك، نأمل ذلك يا أستاذ فواز، كما نأمل من زميلنا العزيز الأستاذ إبراهيم اليوسف بأن يكون صدره رحبا ولا ينزعج بأن تحدثنا باسم الاتحاد، طالما الاتحاد كل الشعب السوري أو الكرد السوريين فيهم يتحدثوا باسم الاتحاد، لأن الاتحاد يمثل كل أماني الكرد. فحينما نقول أنه نحن مع حوار أمن حقوقنا ويعترف بحقوقنا لنؤمنه معا في سوريا الغد، سوريا المنشودة. لكم كل الشكر ضيوفي الكرام، الدكتور عبد اللطيف المنير شرفتنا من واشنطن، وكذلك الأستاذ فواز محمود أبو زيد من تركيا اسطنبول، نورتنا أستاذ فواز. ومشاهدينا الكرام انتظرونا في الحلقة الجديدة بالخميس القادم وعنوان جديد ومحور جديد، وإلى ذلك الوقت لكم كل الشكر. وضيوف الكرام أتمنى أن تبقوا بالاستوديو بعد ما نودع المشاهدين، في هناك حديث خاص كمان ممكن أن نستفيد منه. لكم كل الشكر وإلى الخميس القادم، دمتم برعاية الله.